مين هيكمل ومين هيركب الطياره بدري؟ تعال احكي لك ايه اللي ممكن يحصل في دور ال 16. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الشريف من جول استوديو. ومن هنا مفيش حسابات، يا تكمل حلمك يا تمشي. خلينا نحكي مع بعض الماتشات بتاع الدور ال 16 ونشوف طريق مصر يبقى عامل ازاي. اول حاجه احنا عندنا ماتشات قويه جدا هتبتدي من يوم السبت. عندنا ماتش السنغال والسودان. الصراحه السنغال يعني كالعاده قويه جدا في دور المجموعات وقويه جدا في البطوله وفي كل البطولات اللي بتخشها، واثبتت وجودها جدا. هتلاعب السودان، والكسبان ما بين ماتش السنغال والسودان هيلاعب الكسبان ما بين ماتش تونس ومالي. والماتش ده صعب الصراحه، هو قوي جدا لانه صعب جدا الواحد يتوقع هو مين فيهم اللي هيكسب. وعندنا ماتش تاني اللي هو بتاع كوتوفوار وبوركينا فاسو. خلينا بس الناس مركزه معايا على الجبهه بتاعت مصر عشان ما تتلخبطش. عندنا قلنا السنغال والسودان، كسبان منهم هيلاعب كسبان ما بين تونس ومالي. وعندنا تحت كوتوفار هتلاعب بوركينا فاسو، والكسبان ما بينهم هيلاعب كسبان ما بين ماتش مصر وبنين. ومن هنا احب اتكلم عن ماتش مصر وبنين، وهنبدا بمنتخب بنين. عندهم المدرب جنوت، مدرب الصراحه خبره، درب كذا منتخب، منهم منتخب بوركينا فاسو، ومنهم منتخب نيجيريا قعد معاهم من 2016 ل 2021، عمل معاهم الصراحه اداء كان كويس جدا. هو مدرب بيقدر يستغل الكواليتي اللي تحتيه، يقدر من الاخر كده بلغه الكوره يقدر يطلع من القماش حاجه. بيعرف يستغل حتى لو منتخب بنين لعيبته مش اقوى حاجه، هو على الاقل بيعرف يستغلهم، وبالدليل على كده هو وصل دور ال 16 وكان معاه في مجموعته ماتشات صعبه جدا يعني، زي كونجو والسنغال، وكان برضو بيتسوانا كان بيلعب معاهم. فصراحه في كذا ماتش. انا احب احكي عن كام حاجه من الناحيه الفنيه ممكن. بس خلينا نبدا نتكلم على حته التشكيله. التشكيله هو بيلعب بتشكيله ايه؟ بيلعب ب 4 2 3 1. التشكيله دي ثابته في الثلاث ماتشات اللي لعبهم اللي هم في المجموعات، اللي هم كانوا ايه سريعا؟ الكونغو والسنغال وبيتسوانا. هو خسر من الكونغو وخسر من السنغال وكسب 1-0 بس بيتسوانا. مع العلم ان هو لعب حلو في الماتشات كلها الصراحه، بس للاسف هو يعني في كام نقطه كده هنتكلم فنيا قدام مع بعض. من اللعيبه المهمه اللي خدت بالي منها في منتخب بنين الصراحه، عندهم كام لعيب؟ 3 لعيبه تقريبا. منهم مونيه المهاجم رقم 9، وطبعا توسن رقم 9، توسن رقم 10 قصدي، اللي بيلعب في الدوري الفرنساوي. وعندهم حساني في نص الملعب رقم 8. اللعيب ده خطير جدا، تعالوا نشوف مع بعض كام لقطة. لا هو لعيب قوي جدا. بصوا كده، هو يعني لو واخدين بالكم هو قوي بدنيا، بيقدر يعدي واحد واثنين ويشوط. فاللعيب ده هيعمل دربكه جامده جدا في نص الملعب. خلينا نتكلم بقى من الناحيه الفنيه شويه. هو المنتخب ده طلع من يعني اللي انا اكتشفناه في ال3 ماتشات اللي لعبهم، اللي هو عنده مميزات وعيوب. نبدا بالمميزات ولا بالعيوب؟ طيب خلينا نبدا بالمميزات ونقول بسم الله ونبدا بالمميزات. المميزات، هو عنده كذا ميزه. منهم اول ميزه الهجمات اللي بتتلعب. المهاجمين بتوعه سواء مونيه او توسن، الهجمات اللي بيعملوها من ورا الدفاع، راحوا بكذا كوره من ورا الدفاع. وبرضه نشوف مع بعض في الفيديو ده ازاي بيقدروا، بصوا كده ازاي بيقدروا يعملوا الهجمه ويتحركوا من ورا الدفاع. اي نعم الفينش بتاعهم مش احسن حاجه، بس زي اديكم شايفين اهو، لا هو عندهم حته ميزه ان هم بيقدروا يخشوا جوه ال 18 ويقدروا يخلقوا الفرص من ورا الدفاع، ودي هتبقى عامله مشكله وخطر كبيره جدا على منتخبنا في الدفاع. لان احنا في الفيديوهات اللي قبل كده اتكلمنا عن ان احنا عندنا مشكله في ان الدفاع بتاعنا باللعيبه اللي هي اللي بتقدر تعمل عليها كاونتر اتاكس وتقدر تلف من وراهم، بتبقى عامله لنا مشكله ودربكه كبيره جدا. فهم مميزين في الحته دي الصراحه، سواء اللعيب مونيه او سواء لعيب توسن اللي هو الرقم 9 ورقم 10. في الحته دي لا هم مميزين جدا. وعندهم برضو ميزه كويسه جدا في حته الشوطات. هم لو خدتوا بالكم برضو هجيب لكم كام لقطه، هم برضو مع بعض تقريبا 4 شوطات في الماتشات كلها اللي احنا في ال3 ماتشات. 4 شوطات، يعني هم كويسين جدا بالذات في الكوره الثابته زي ما انتم شايفين. رجلهم تقيله جدا في الكور الثابته اللي هي الفاولات، انا بحكي على الفاولات بالذات الفاولات. لا كور حلوه جدا، بيقدروا كل مره يلعبوا الفاول بطريقه معينه ودايما بتروح على المرمى. فهم الصراحه مميزين، عندهم كام لعيب مميز في الحته دي. بالنسبه بقى للعيوب اللي عندهم، هم عندهم عيب خطير، هو كارثه. والحمد لله ان احنا ممكن نقدر نستغل العيوب دي من ناحيه سرعات محمد صلاح، او من ناحيه مراوغات زي زيزو او مرموش، او حتى مصطفى محمد في كام كوره برضو ممكن احكي لكم هو يقدر يستغلها ازاي. العيوب اللي عندهم، عندهم مشكلتين. اول مشكله في حته الكور العرضيه. تعالوا نبص مع بعض كام كوره عرضيه اتلعبت عليهم وكانت مؤثره، كانت ممكن تخش جون، وفي كوار فيهم زي ما انتم شايفين كده ممكن تكون دخلت جون.
اي نعم ممكن في حاجات فيهم تحسب اوفسايد، بس لا، هم كارثه في الدفاع في الكور العرضيه. شايفين الكور بتتلعب ازاي عليهم، و احنا نقدر نستغلها في حته مصطفى محمد. الناس اللي بتلعب عندنا بالرأسيه كويسه جدا، زي مصطفى محمد، زي مرموش، زي تريزيجيه، نقدر نستغل الكور دي، لان هم عندهم الحته دي كارثه. وعندهم برضو مشكله في حته ان هم ان لعيب مثلا اللي هو بتاع رقم 9 او 10 لو بيهجم عليهم، يقدر يطلع التحام في الهواء، يقدر يستلم الكره بصدره ويعدي. زي ما انتم شايفين في الهجمه دي، المهاجم بتاع الكونغو طلع استلم الكره وعدى وراوغ وجري. فهو دي سهل قوي نقدر نستغلها ونعتمد عليها في الهجمات المرتده بتاعتنا. اجمالي كده انا شايف ان الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل، مش هيبقى مشكله كبيره. العيوب دي نقدر نستغلها زي ما قلنا، سرعات صلاح، مراوغات تريزيجيه، سرعات عمر مرموش، حتى مصطفى محمد في الكوره لسه بحكي لكم، اللي هو يطلع يستلم ويعدي، او حتى يطلع يبقى محطه ويجري صلاح او تريزيجيه، او يجري صلاح او مرموش. فكل ده هنقدر نستغله. خلينا نتكلم بقى من الحته الفنيه بتاعت مصر منتخبنا، ودي اهم حته احنا عايزين نتكلم عليها. هو كابتن حسام هيلعب ازاي؟ هو بنسبه كبيره احنا اتفقنا ان المنتخب بيلعب عندهم، بيلعب 4-2-3-1. وده طبعا بسبب ان هم ما عندهمش رفاهيه تدوير اللعيبه، ما عندهمش رفاهيه التشكيل ان هم يغيروه، لان هو اللعيبه محدوده بكواليتي محدوده. فهم بيلعبوا كده، وهم يعني خلاص هم حفظوا الطريقه دي. طب احنا بقى هنرد عليهم بأنهي خطه؟ هو غالبا كابتن حسام بنسبه كبيره هيلعب بنفس الخطه، اللي هي 5-1-2-2، اللي هو خمسه هم عادي. الشناوي في حراسه المرمى، هاني وحمدي، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، وهيسقط حمدي فتحي، قدامهم مروان عطيه، زيزو، تريزيجيه، صلاح، مرموش، اللي هي او بمعنى صح 5-3-2. بس هل يا ترى الناس بتقول طب ليه نلعب بخمسه؟ الخمسه دي احنا كده بندافع، احنا عايزين ندافع؟ لا، هو الناس ممكن يكون في سوء تفاهم، الناس مش فاهماه ان خمسه دي مش معناها ان انا نازل ادافع. هو خمسه دي هو بيلعبك بهاني وحمدي. الاثنين دول لو خدتوا بالكم هم بيعملوا اوفرلاب كتير جدا، وبيعملوا بيزيدوا كويس جدا قدام. فدي قريبه من حته ان هو تقريبا بيلعب بثلاثه 5-2 او 3-4-3، ايا كان بيلعبها ايه. فهو بيستغل حمدي وهاني في الزياده العدديه. ناس تقول لي طب خلاص، طب وليه يعمل خمسة؟ طب ما ممكن يلعب بثلاثة أو ممكن يلعب بأربعة أو كده. أكيد هو عنده الفكر بتاعه في الحتة دي، وأكيد هو بيستغل هاني وحمدي في الحتة دي كويس جدا. هي بس النقطة الأهم من قصة 5-3-2 ولا 4-4-2 ولا أيا كان قصة إيه، اللعيبة اللي هيلعب بيهم مين. إحنا شفنا دلوقتي زي ما اتفرجنا مع بعض، إحنا شفنا العيوب بتاعت منتخب بنين، فهنستغلها إزاي؟ هم أول حاجة هم هينزلوا الملعب، هينزلوا الماتش. اول حاجه مش هيبقى عندهم حته الاستحواذ، مش هيعرفوا يستحوذوا على الكوره، لان هم اصلا مش متمرسين في الحته دي. هم اصلا بيلعبوا على زي الكاونتر اتاكس، الهجمات المرتده، بيلعبوا على ال التحركات بتاعت المهاجمين من ورا الدفاع. فهم بيلعبوا على الحته دي، فهم من الاخر كده هم هيبقى سايب لك الكوره. فاحنا لازم نستغل حته ان هو سايب لي الكوره، ونستغل حته ان احنا هيبقى معانا الاستحواذ بلعيب لازم في نص الملعب رقم 8 بجد. انا عندي تعليق واحد برضو احب اسمع رايكم في الحته دي، وهو زيزو. زيزو طبعا ما فيش خلاف عليه، زيزو لعيب قوي جدا، لعيب محترم، لعيب بيعرف يثبت وجوده. بس انا عندي مشكله في ان زيزو يلعب رقم 8. لا، هو هنا في مشكله. لو خدتوا بالكم في الماتشات اللي فاتت زيزو هو بيلعب، لا هو في هجمات كتيره مرتده زيزو عطلها بطأها. يعني مثلا بيبقى كوره مع زيزو طالع، صلاح يجري، تريزيجيه يجري، مرموش يجري، لا زيزو بيفكر كتير. فبالتالي الهجمات بتبوظ، يعني الهجمات بتبوظ. فهو احنا محتاجين لعيب يبقى سريع في حته تدوير الكوره، يقف على الكوره يمشيها بسرعه جدا، زي امام عاشور مثلا مثال. بس هو برضو في نقطه بتاعت امام عاشور، ان هو لو لعب كابتن حسام حسن ما بيعتمدش عليه غير في مركزين، يا اما مركز الرايت باك اللي هو مكان هاني، يا اما مركز رقم 10 تحت المهاجمين. امام عاشور لو لعب 8 الصراحه مش هيبقى، يعني انا بتكلم عن نفسي من وجهه نظري، الصراحه مش هيبقى افضل حاجه انه يلعب رقم 8. هو لازم يلعب رقم 10. سيبك من الرايت باك ده، انا عايز انسى الحته دي خالص. هو لازم يلعب رقم 10. طب في حاله ان هو امام عاشور لعب رقم 10، مين الاثنين اللي هيلعبوا تحتيه؟ مين السته ومين الثمانيه؟ السته كده كده مروان عطيه. طب الثمانيه هنا المشكله هنا في 8. في حل، في كذا حل لازم نفكر فيه. في حاله ان هو لعب بنفس التشكيله اللي هي 5-3-2، لو لعب بامام عاشور هنا في حل في رقم 8. ايه هو الحل؟ عندنا اول حل ان احنا ممكن من الاول ما نلعبش بحمدي ونلعب بفتوح. حد يقول لي فتوح ليه؟ ما هو حمدي اثبت وجوده فعلا، حمدي بيلعب حلو جدا من الماتشين اللي لعبهم، وادى مستوى كويس جدا. بس الاختلاف ما بين حمدي وفتوح، ان فتوح عنده حته الكوره، عنده حته الفنيات، عنده حته الواحد على واحد، عنده حته المروه، عنده حته ان هو بيتقل على الكوره، بيعرف يباصي، بيعرف ينزل نص الملعب، وريتمه سريع في حته الباسنج. يعني هو يقدر ينزل نص، يقدر يلعب في حته نص الملعب،
يعني افترضنا ان هو لعب مكان حمدي مثلا، ففي الهجمات المرتده لما تريزيجيه يطلع من الجبهه الشمال فتوح هيضم في نص الملعب، لان هو عنده الحته دي ميزه ان هو يقدر يباصي ويقدر يبقى رتمه سريع ويطلع الكره بسرعه جدا ما تنزلش تحت رجله، ويقدر زي ما قلنا يراوغ واحد على واحد وخفيف في الحته دي، فيقدر يعمل الاداء رقم 8 ده في نص الملعب. انا شايفه يقدر يعمله كويس جدا لو لعب مكان حمدي. او على فكره ممكن عادي حمدي يلعب زي ما هو باك ليفت وفتوح برده ينزل نص الملعب. هي دي فيها ريسك شويه ان احنا كده بننزل الاثنين باك ليفت في الملعب، بس فتوح عنده الميزه ان هو يقدر يلعب في نص الملعب. انا من وجهه نظري يقدر يلعب 8 مرتاح. او ممكن بدل ما نلعب بفتوح ممكن نلعب يعني مهند لاشين. عنده الميزه ان هو يقدر يسرع اللعب ويهدي اللعب، وعنده ميزه رقم 8 هو مش 10 قوي، يعني هو ما عندوش الحته بتاعت امام عاشور. امام عاشور اكتر هجومي، بيبقى عندنا مشكله في امام عاشور ان هو ما بيعرفش يرجع، وعشان كده كان بيلعب بزيزو. زيزو عنده ميزه ان هو بيعرف يرجع، بس زيزو في الطلوع بالكوره بطيء. يعني هو كابتن حسام كان بيلعب ليه بزيزو دايما في نص الملعب؟ لان الكور لما بتنزل نص الملعب وبيرجع، لا هو زيزو بيعرف يرجع لها بسرعه. امام عاشور ما عندوش الحته دي، بس زيزو ما عندوش حته ان هو يطلع بالكوره. فامام عاشور اكتر واحد هيفيدنا في حته الطلوع بالكوره. بس لو لعبت امام عاشور شرط انك تلعب بيه رقم 10 وتنزل بيه تخدمه برقم 8 كويس بدنيا وكويس طلوع بالكوره، زي بالنسبه لي زي فتوح زي ما قلنا، وممكن مروان يعني قصدي زي ممكن مهند لاشين برضه هيفيدوا في الحته دي شويه. مصر اصلا كابتن حسام اصلا بيلعب على حاجه من الاثنين لو خدتوا بالكم، يا اما بيلعب على السكند بول، الكوره اللي هي بتبقى عاليه، بيبقى دايما عايز لعيب في نص الملعب لما الكوره تنزل ياخدها بسرعه يستحوذ عليها بسرعه، ودي محتاجين 8. عشان كده كان بيلعب بزيزو في الحته دي السكند بول، لان الكوره لما بتنزل لما بتبقى عاليه وتنزل كان زيزو دايما بيخش على طول ويروح واخد الكوره. فهو عشان كده دايما بزيزو. فاحنا هنحتاج ما دام كابتن حسام حسن بيلعب على السكند بول وكمان بيلعب على التحولات السريعه، دايما بيجري صلاح وتريزيجيه او صلاح ومرموش، وساعات بيبقى اوفرلابنج محمد هاني ومحمد حمدي. فهنحتاج اللعيب زي ما قلنا في نص الملعب اللي يقدر يسرع الريتم ويدي كور سريعه وما يفكرش كتير في الحته دي. انا بالنسبه لي زي ما قلت ممكن نقول ان فتوح يلعب مكان حمدي من الاول، لان هو عنده ميزه انه يخش نص الملعب ويلعب عادي. ممكن يلعب بزيزو ساعتها بقى لا ممكن يلعب قصدي بامام عاشور وتريزيجيه ومروان عطيه، بس هيخلي فتوح مكان حمدي، لان زي ما قلنا حته فتوح ينزل 8 دي هتفيدنا كويس جدا. انا بالنسبه لي اتوقع الماتش ده يعني خلينا نقول ان ممكن ان شاء الله ماتش سهل ان شاء الله. يعني مش عايز افور واقعد اسهل منه زياده عن اللزوم، بس هو فعلا ماتش يعني ممكن نقول من اسهل المنتخبات اللي كان ممكن يلعبها في دور ال 16. انا عارف ان دور ال 16 ده يعني كله دخل كله بينافس، بس اسهل الماتشات اللي ممكن يلعبها في دور ال 16. وان شاء الله ممكن نكسب سكور عليهم، وانا اتوقع الماتش ممكن يخلص 2-0 لصالح منتخب مصر. وان شاء الله نقدر نشوف فكر جديد ونعالج المشاكل اللي قبل كده. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.